وان بيس هو واحد من اطول الانميات اللي لسه شغاله لحد دلوقتي. هو ديتكتيف كونان، ربنا يدينا ويديكوا طول العمر ونشوف نهايتهم على خير. وزي اي اوتاكو دخل سوق العمل، ما عادش عندي الوقت ان انا اتفرج على مسلسلات الانيميشن حلقه بحلقه اسبوع باسبوع، فعلشان كده انا بقيت بنتظر لما الارك يخلص او لما الموسم بالكامل يخلص واتفرج عليه كله مره واحده. لكن طبعا في حاله وان بيس فانا انتظاري بقى بيدوم لسنين ولسنين. لكن انتظاري في ارك وانو كان اطول من انتظاري في اي ارك تاني في وان بيس، لان وانو ما يعتبرش ارك، لا ده وفقا للستوري تيلينج ستراكشر الخاص بوان بيس فهو ساجا كامله. وللي ما يعرفش فوان بيس متقسمه لكذا ساجا، كل ساجا بيبقى فيها اركات مختلفه ولكنها متصله ببعض في الصوره الكبيره اللي الساجا دي بتحكيها. على سبيل المثال دريس روزا ساجا كانت متقسمه لبانك هازارد، دريس روزا. هول كيك ساجا كانت متقسمه لزو، بعد كده الهول كيك ارك، بعد كده ارك ليفلي، ده لو اعتبرنا ان ليفلي اصلا ينفع يبقى ارك. اما بالنسبه لوانو بقى فهي الساجا بالكامل عباره عن ارك جزيره وانو. وهنا الستوري تيلينج ستراكشر اتغير، لاننا بدل ما بقى في عندنا اركات صغيره بقى في عندنا 3 اكتس. والقرار ده كان قرار عبقري من ايتشي اودا، لان تغيير اسلوب السرد حسسنا بتغيير الى جانب ان هو حسسنا ان الارك ده ارك مهم، لان هو فعلا ارك مهم. من الناحيه الاخراجيه فالانيميشن في الارك ده كان فعلا في هاي كواليتي، ده لان الكواليتي من بعد التايم سكيب كانت في انحدار تام لحد ما وصلت للقاع تقريبا في ارك دريس روز. وسبب التغيير الجذري في الانيميشن في الارك ده هو تغيير مخرج العمل، واللي يعتبر الكرييتيف ديسيجن ميكر والسوبرفايزر على الانمي بالكامل، وهو تاتسيو ناجامينا، اللي غير الاستوديو المسؤول عن الرسوم ثانكيو برودكشن اللي كان مع الانيميشن لفوق ال 20 سنه لواحد من اكتر الاستديوهات شهره هو اساي برودكشن، اللي غيروا حاجات كتير كلها رائعه زي الكاميرا وورك، الطريقه اللي بتتقدم بيها قدرات الشخصيات بتاعتنا، اللي رفعوا من مستوى الانمي بشكل كبير بما يتوافق مع المعايير الحاليه، مع الاخذ في الاعتبار ان ده مسلسل مستمر بيتعرض منه حلقه كل اسبوع، مش مسلسل هينزل منه 25 حلقه ومش هنشوفه تاني غير كمان سنتين. اما من ناحيه القصه بقى فالارك ده توضح لنا فيه حاجات كتير جدا، ومعظم ابطالنا الرئيسيين اتطوروا فيه الى جانب ان هو ورانا اقوى شخصيه في عالم وان بيس بالكامل، وازاي البطل بتاعنا قدر ان هو يهزمها في النهايه. المهم نرجع تاني لموضوع 3 اكس. ال 3 اكس دي اللي ما يعرفش ايه هي، فهي دي تقسيمه سيت فيلد في كتابه سكرين بلاي، واللي فيها الفيرست اكت هو السيت اب او البناء، وده اللي الجزء اللي بنبني فيه وبنقدم فيه العالم بتاعنا ودوافع الشخصيات بتاعتنا سواء الشريره او الابطال. والسكند اكت هو الكونفرونتيشن او المواجهه، والجزء ده بيبقى الجزء الاطول من الفيلم او المسلسل او اي حكايه احنا بنتكلم عن ايه، واللي في العاده بيبقى فيه فشل من نوع ما او عقبه الابطال بتوعنا ما بيقدروش ان هم يتخطوها الوانو ساجا بدأت معانا رسميا من الحلقة 890، ومن أول حلقة كان واضح جدا إن تون المسلسل اتغيرت، لأن بعيدا تماما عن أحداث هول كيك آيلاند إحنا فجأة لقينا نفسنا في مكان جميل جدا مع نيكو ماموشي هو بيتكلم مع ماركو وبيدعوه لأن هو ينضم ليهم في الهجوم على كايدو. وبعيدا عن الأحداث الفعلية اللي حصلت جوه الحلقة، فالهدف من الحلقة دي كان إن إحنا نعرف المشاهدين هو إيه اللي حصل لطاقم الوايت بيرد في التايم سكيب. ومع نهاية الحلقة دي أنا لقيت إن المسلسل بيسيت اب تون مختلفة تماما عن أي تون أنا شفتها في المسلسل ده لحد دلوقتي. تون هدوء ما قبل العاصفه، تون يحسسك ان اللي جاي هيبقى مختلف تماما. بعد كده بنروح لطاقم لوفي ونشوفهم هم بيتسلقوا الشلال عشان يوصلوا لجزيره وانو، ولوفي ماسك في سمك عملاق علشان في نهايه الحلقه لوفي يقع في الميه، وبعد كده علشان بعد كده نسمع صوت الشمسن بموسيقى مون برنسس الرائعه علشان تتفتح ستاره البلاي على مشهد ارض وانو، واحد من اجمل المشاهد اللي انا شفتها في المسلسل ده، واللي في رايي يتفوق على مشهد ووتر 7. شفنا طاقم لوفي هم متنكرين داخل ارض الجزيره منتظرين وصول لوفي وفي باقي افراد الطاقم. شفنا فرانكي وهو شغال نجار، شفنا يوسوبو وهو شغال نصاب حرفيا وهو بيبيع السنيك اويل كريم للناس على اساس ان هو بيشفي كل الجروح. شفنا روبين وهي شغاله جيتشا. بعد كده في النهايه شفنا زورو واللي المفترض انه هيبقى رون، اللي بيلاقي نفسه واقع في مشكله وبيتهموه بسرقه السيف اللي هو اخده من سنين في ارك ثريلر بارك، علشان نشوف واحده من افضل المعارك من ناحيه الكوريوجرافي ومن ناحيه الانيميشن اللي شفتها في ون بيس من فتره طويله قوي. والحلقه تنتهي بان لوفي بيفوق اخيرا داخل ارض وانو. الفيرست اكت متقسم على 3 مراحل. المرحله الاولى هي الوصول لارض وانو، واللي فيها بنتعرف على اوتاما البنت الصغيره اللي بتبيع الطواقي اللي معموله من الخوص وعندها القدره على ان هي تروض او تسيطر على الحيوانات، لما تاكلهم كيبي دانجو بتطلعه من خدها. وبنعرف ان هي في انتظار ايس اخو لوفي. وهنا كان في كول باك جميله جدا للناس اللي فاكرين ارك مارين فورد، ففي الفلاش باك الخاص باوز جونيور لما ايس اداله القبعه الكبيره دي اللي معموله من الخوص وقال له ان هو اتعلمها لما راح ارض وانو. فبصراحه الكول باك دي عجبتني جدا لما عرفت ان
ايس اتعلم صناعه القبعات دي من اوتاما. المهم لوفي بينقذ اوتاما من رجاله كايدو علشان هي تشكره بان هي تديله كل الاكل اللي هي تملكه، وعلشان هي تسيطر على جوعها راحت شربت من ميه النهر اللي هي ملوثه اساسا بسبب مصانع السلاح اللي كايدو بنيها داخل الجزيره. وبعد ما شربت منها بالتاكيد جالها تسمم، ولوفي لما عرف كده بقى مضطر ان هو ينقذها. لوفي اخذ اوتاما وبدا يجري لاقرب مدينه علشان يحاول يشوف دكتور بعد ما سرق السيف بالراجل اللي كان بياخد باله من اوتاما. وهنا كان في كول باك تانية هي الاقدم على الاطلاق، لانكم لو فاكرين ارك لوك تاون فزورو هو بيشتري السيوف بتاعته كان اشترى سيف ملعون هو كيتسو 3، والسيف اللي لوفي سرقه ده هو كيتسو 2. المهم نكمل. لوفي بيتحرك علشان نشوف لاول مره الويست لاين في ارض وانو، ومع اول نظره على المكان ده احنا بقى في عندنا مشكله محتاجه حل، بقى في عندنا حاجه غلط محتاجين نصلحها. وهنا لوفي بيقابل زورو لاول مره من فتره طويله علشان نشوف المشهد. زورو الشخصية اللي نادرا لما بنشوف بيدي اي نوع من انواع الرياكشن للسعادة، بيضحك بشكل كامل وهو بيقابل لوفي لأول مرة من فترة طويلة. العلاقة بين الاتنين دول هي افضل علاقة بالنسبة لي في ون بيس. الاتنين دول هم الاو جي سترو هاتس، هم اقدم اتنين، القائد والنائب بتاعه، وفرحتهم ان هم يشوفوا بعض بالشكل ده لاول مره بعد فتره طويله فعلا حسستني بسعاده. لكن فرحتنا ما استمرتش لفتره طويله، لان هوكنز واحد من قراصنه الجيل الاسوأ واللي انضم لطاقم كايدو ظهر علشان نخش في معركه. لكن طبعا احنا في حد هنا بيموت احنا محتاجين ان احنا ننقذه، فلوفي وزورو سابوه وهربوا علشان بعد كده نوصل للجزء الثاني من المرحله دي وهو الليفت اوفر فيلن. اتعرفنا وقتها على كيكو المضيفه في منزل الشاي، واللي كان واضح من تقديمها ان هي دورها كبير وتاريخها مش مفهوم قوي. اوتاما عشان نشوف فرحتها وهي بتاكل لاول مره، ولكن بعد كده واحد من الجيفترز خطفها. الجيفترز هم اعضاء من طاقم كايدو اللي اكلوا فاكهه سمايل الصناعيه وبقى عندهم قدرات حيوانات، وخطفوا اوتاما لان هم كانوا شاكين ان هي عندها قدرات ديفل فروت حقيقيه، علشان بعد كده لوفي وزورو وكيكو يروحوا يدمروا من المدينه حرفيا علشان يرجعوا باوتاما وعربيه اكل وياخدوهم ويروحوا ويرجعوا تاني على الليفت اوفر. وهنا كان في بانل في المانجا ما تحولش المشهد في الانمي، وهو ان كان في هتقتل ابنها الصغير علشان ترحمه من الجوع، ولكنها وقفت في اللحظه اللي لوفي دخل فيها القريه بعربيه الاكل. طبعا احنا كلنا فاهمين ليه مشهد زي ده اتحذف، ولكنه في رايي انا كان كويس جدا ورفع من حجم المآسي اللي الناس دي عايشاها، ووضح لنا لوفي على ان هو سيفيور جاي عشان ينقذ الناس دي. المرحله الثانيه في الفيرست اكت هي اشباح الماضي، واللي فيها كيامون بيشرح للوفي والطاقم بتاعه ان هو واصدقاء الساموراي اللي احنا بنجمعهم بقالنا 5 اركات، ومومونوسكي وكيكو اللي لسه قابلينها من شويه جايين من الماضي من 20 سنه فاتت. 20年前のワノ国より時を超えてワノ国へやってきたのでござる。ايوه ون بيس بقى فيه تايم ترافل دلوقتي. بعد كده بنشوف فلاش باك للي حصل ده، وبنكتشف ان والده مومونوسكي واخت هيوري كان عندها القدره ان هي تتنقل في الزمن للمستقبل فقط، وبعتت مومونوسكي وحراس الساموراي ل20 سنه في المستقبل مع نبوءه ان هم لما هيرجعوا هيحرروا ارض وانو من كايدو ومن اوروتشي، علشان يوضح لهم خطته في الهجوم على جزيره اونيجاشيما في مهرجان النار بعد اسبوعين، وعرفهم ان هم محتاجين ان هم يجمعوا ساموراي علشان يساعدوهم في الريد، الى جانب ان هم محتاجين يلاقوا 3 ساموراي اساسيين واللي كانوا برضو من تلاميذ اودن، وواحد منهم هو اشر دوجي اللي شفناه وهو بيواجه جاك من قراصنة كايدو وتفوق عليه نوعا ما. لكن قبل ما معركتهم تنتهي كايدو ظهر وفجر طاقم لوفي مع اطلال قلعه اودن القديمه، علشان لوفي لما يشوف المنظر ده يتخيل ان افراد الطاقم بتوعه ماتوا ويهاجم كايدو في حاله من الجنون التام. لوفي هاجم كايدو وبسرعه استخدم الجير 4 علشان يستخدم الكينج كونج جان، ولكنه اخذ ضربه واحده بس من كايدو علشان يهزم شر هزيمه ويتبعت للسجن ويلاقي نفسه في نفس الزنزانه مع كابتن يوستس كيد. علشان نسمع صوت الشمسان للمره الثانيه وتتقفل الستاره على الفيرست اكت. الفيرست اكت كان جميل جدا، عرفنا العالم الجديد اللي احنا دخلنا عليه، عرفنا دوافع الشخصيات وهم عايزين يعملوا ايه في النهايه، وعرفنا الفرق في القوه ما بين البطل بتاعنا وما بين الشرير. قبل
قبل السكند اكت كان في برولوج بيتكلم عن هجوم جيكو موري على طاقم البلاك بيرد على جزيره القراصنه بجيش من الزومبي اللي كان رايح يدور على بسوليم اللي اختفى على الجزيره دي، علشان نكتشف بعد كده في النهايه ان هو مات وان قدرات الاختفاء بتاعته اخذها الراجل ده. فاكرينه من ارك امبل داون؟ المهم السكند اكت بيفتح على المعركه ما بين اشرو دوجو واناروشي، لان اشرو رفض ان هو ينضم ليهم في الهجوم على كايدو. وهنا بيعرفنا الساموراي اللي فضلوا عايشين ال20 سنه اللي فاتوا دول عانوا قد ايه. بعد كده بنروح للعاصمه علشان نشوف سانجي وهو بيتخانق مع الكيوشيرو فاميلي، ونشوف موكب اجمل بنت في ارض وانو بالكامل كوموراساكي وهي في طريقها عشان تحضر وليمه الشوجن اوروتشي. وهنا بنروح قلعه الشوجن عشان نشوف اوروتشي وهو بيتكلم مع عملاء السيبي زيرو، وهو بيقول لهم ان هم لو عايزين صفقات السلاح ترجع تتم تاني مع ارض وانو بعد موت الوسيط اللي كان ما بينهم اللي هو طبعا دو فلامينجو، فهم محتاجين ان هم يسلموهم دكتور فيجا بان. بصراحه تقديم شخصيه الشوجن دي لاول مره كان فعلا كويس جدا. انت شايف الشوجن ده وهو بيضرب السيبي زيرو بالنار، عملاء الحكومه والناس اللي تحت التنانين السماويه على طول، انت شايف الراجل ده هو بيتكلم معاهم بتعالي ما يجيش غير من واحد عنده ثقه في نفسه وفي قدراته وفي مين اللي بيدعمه. وهنا طبعا احنا بنتكلم عن كايدو. بعد كده بنروح للوليمه بتاعته علشان نشوف هو عايش ازاي، بعد كده نقارنها بالويست لاند اللي شعب وانو عايش فيه. وبعد كده بنشوف حادثه البنت الصغيره توكو اللي كنا اتعرفنا عليها قبل كده، اللي ضايقت اوروتشي بشكل غير مقصود لان هي بتضحك على كل حاجه، علشان وقتها اوروتشي حاول يهاجمها لكن هنا كوموراساكي وقفت في طريقه وضربته بالقلم. وتقديم شخصيه كوموراساكي لحد دلوقتي كان ان هي شخصيه انانيه بتسرق من الرجاله اللي كان واضح جدا ان هم اساسا مش كويسين، ولكن ده مش معناه ان هي شخصيه كويسه. لكن وقوفها قصاد اوروتشي بالمنظر ده علشان تنقذ توكو البنت الصغيره فعلا حاسسني ان الشخصيه دي فيها اكتر من كده. طبعا اوروتشي اتضايق لان هي واقفه في طريقه وطلب منها ان هي تعتذر، ولكن هي رفضت عشان اوروتشي يتحول لهيئه الهايدرا اللي هو بيملكها من قدرات فاكهه الشيطان. وقتها كيوشيرو يهاجم كوموراساكي ويضربها بالسيف ويموتها لان هي تعدت حدودها مع الشوجن. وهنا بنرجع تاني للمدينه عشان نشوف اكس درايك وبيج وان وهم بيدوروا على سانجي علشان يخشوا هم الثلاثه في معركه. ووقتها سانجي استخدم الباتل سوت لاول مره اللي اخدها في الارك اللي فات من عيلته، بدله ستيلث 3 اللي بتديله القدره على الاختفاء. وانا عايز اقول لكم ان الكوميديا من لو في المعركه دي كانت تحفه. بعد كده نروح مع زورو اللي بنشوفه هو بيقابل شخصيه جديده اسمها ياسو وبياخده وبيروحوا على قريه ايبيسو. وللحق في البدايه انا ما كنتش منتظر حاجات كتير من الشخصيه دي او من القريه دي بالكامل، لان هي كانت شبه قريه الليفت اوفر بشكل كبير. لكن كان في بس اختلاف وحيد، هو ان كل اللي عايشين في القريه دي بيضحكوا. وهنا انا زي زورو اعتبرت ان ده شيء فلسفي، الناس دي مش سايبه الجوع والفقر اللي هم عايشين فيه يأثر عليهم. لكن مع تطور احداث القصه اكتشفنا ان الحقيقه السوداء اللي ورا القريه دي لا تقل عن انها مرعبه. بعد كده رحنا للوفي علشان نشوفه هو وكيد وهما بيشتغلوا في نقل الحجاره في الماينز، واستخدموا الشغلانه دي على اساس ان هي تبقى تدريب. وكان في عندنا كوميديا هنا ان لوفي وكيد بيشيلوا الحجاره لوحدهم وبينقلوها بسرعه لدرجه ان هم بقوا بياخدوا تيكيتات اكتر من الناس كلها. التيكيتات دي كانت بتديلهم اكل برضو اكتر من الناس كلها. في الوقت ده لوفي قابل راجل عجوز كان تقريبا هيموت بسبب ان هو ما عندوش القدره على ان هو يشتغل، فبالتالي ما بيقدرش ياكل. وهنا لوفي لما شافه بدأ يديله تيكيتات علشان ياكل زي ما هو عايز. ايه انتوا لسه موجودين معايا في الفيديو؟ طيب كويس، جهزوا نفسكم بقى لان القصه من بعد كده خرجت عن السيطره، لان البيج مام والطاقم بتاعها بداوا يتسلقوا الشلال عشان يدخلوا ارض وانو. وطبعا كايدو ورجالته مش عايزين ده يحصل، فهاجموا السفينه علشان البيج مام تقع في الميه. وبالنسبه لاكل فاكهه شيطان ده شيء مميت، لكن الطيار بيسحب بيج مام لنفس الشط اللي سحب عليه لوفي في البدايه علشان وقتها تشوبر وكيكو واوتاما ومومونوسكي يقابلوا من البيج مام. ووقتها يتفاجئوا باللي انا اتفاجئت بيه ان البيج مام عندها امنيجيا. وصراحه انا ما تقبلتش قوي موضوع فقدان الذاكره ده لان احنا ما تمش الاثبات ان البيج مام عندها اي مشكله مع الذاكره في اي وقت من الاوقات قبل كده. لكن على قد ما انا ما تقبلتش الموضوع ده على قد ما هو كان فعلا كويس، لانه حول البيج مام لتيكينج بام، قنبله موقوته. انت مش عارف هي امتى ممكن تفتكر حد من طاقم لوفي ووقتها الله اعلم كان ايه اللي هيحصل له. رجعنا تاني للسجن عشان نكتشف ان كيد هرب من السجن وان الراجل العجوز ده كانوا هيموتوه لان هم ما كانوش متاكدين ان تيكيتات الاكل اللي هو بياخدها دي كلها
هو اشتغل علشان ياخدها. وقبل ما يموتوه لوفي بالتاكيد اتدخل علشان وقتها واحد من كبار قراصنة كايدو يوصل للسجن ويحط لوفي والراجل العجوز في حلبة من السومو ويحط على رقابيهم طوق هينفجر لو ان هم خرجوا بره حدود الحلبة. زورو واجه لص سرق السيف بتاعه، لكن قبل ما مواجهتهم دي تنتهي بنفاجأ بكوماراساكي والبنت الصغيرة توكو وهم جايين بيجروا عليه وبيترجوه ان هو ينقذهم من الاساسن اللي جاي وراهم كامزو، علشان نشوف معركة اكتر من رائعة من ناحية الانيميشن ومن ناحية الكوريوغراف. وفي الوقت اللي كانت المعركة فيه مش رايحة ناحية زورو خالص ده حصل. زورو كسب المعركة قصاد كامزو، ولكنه مصاب بشدة وميعاد المعركة الكبيرة قرب، والأسوأ هو معهوش غير سيفين بس. الodds not in his favor، خصوصا ان اوروتشي عرف بالخطة السرية الخاصة بكيمون والساموراي وفهم معنى الرسالة. كل حاجة ماشية غلط بالنسبة للأبطال بتوعنا. كوزوكي مومونوسكي، واتاشي wa imouto هيوري تو موشيماsu. زورو بيفوق عشان نكتشف بعد كده ان كوماراساكي هي اخت مومونوسكي الصغيره هيوري اللي والدتها ما بعتتهاش للمستقبل مع اخوها تحسبا لان حاجه تحصل له، فبالتالي سلاله العائله ما تتقطعش بالكامل. وبنكتشف ان اللي انقذها هو الساموراي كوماتسو واللي اخد باله منها لحد ما بقى عندها 13 سنه، وان هو اللي موجود في الزنزانه اللي في السجن اللي فيه لوفي واللي ممنوع ان حد يقرب لها. بعد كده بنرجع لقريه ايبيسو عشان نتعرف اكتر على الشخصيه اللي احنا وطاقم لوفي ما نعرفش عنها حاجه، ياسو. بنكتشف ان هو شخصيه عطوفه جدا، بيدي للناس كلها كل حاجه معاه وما بيسيبش حاجه لنفسه. وبنكتشف ان هو والد توكو البنت الصغيره اللي شفناها قبل كده. ياسو قعد مع ساموراي اودن، ولغه الحوار اللي كان بيكلمهم بيها كان واضح ان هو عارفهم ولكن هم ما كانوش عارفين هو مين. ولما عرف ان الشوجن اوروتشي عرف معنى الرساله طلع وخرج من القريه وهو بيقول ان هو هيصلح المشكله دي. في العاصمه اوروتشي وصل له اخبار ان هم قبضوا على اللص اللي كان بيسرق من الاغنياء وبيدي للفقراء، علشان اوروتشي يقول ان اعدام اللص ده هيبقى علني وبالتزامن مع جنازه كوماراساكي اللي هو كان متخيل انها ماتت، علشان نكتشف في النهايه ان النص ده هو ياسو. في اللحظه دي خبر اعدام ياسو انتشر في الارض وامه بالكامل، علشان توكو تجري بسرعه في محاوله لانقاذ والدها هي وكل المقيمين في قريه ايبيسو. لكن في اللحظه اللي كانجيرو وشينوبو بيبصوا فيها على وش ياسو الحقيقي بنكتشف الحقيقه ان ياسو ده في الحقيقه هو دايميو مقاطعه هاكوما ومدرب اودن شيموسكي ياسوي. الوضع سيء للغايه، كل اللي ممكن يساعدهم يا اما بعيد جدا يا اما واقفين يتفرجوا يا اما الاثنين. وياسوي عارف كده وتقبل حقيقه ان هو هيموت دلوقتي علشان يقدم واحده من افضل الخطابات اللي كانت موجوده في الارك ده لحد اللحظه دي. في البلد اللي فيها الناس كلها عايشين في رعب من الحاكم بتاعها، ياسوي واقف وهو عمال بيضحك مش بس على الموقف اللي هو اتحط فيه، لا ده هو كمان بيقول انه مش هو اللص اللي كان بيسرق من الاغنياء، واهان الشوجن بتاع البلد اوروتشي. ويقول اللاين اللي في نظري هو اكتر لاين بيعبر عن البطوله في انمي وان بيس بالكامل لحد اللحظه دي، هو ان هو اللي كان بينشر الرسائل دي وان الرسائل دي مجرد مقلب. ودي كانت حاجه عبقريه لان هو مش بس ادى للثوار فرصه تانية بان هو ادالهم تكتيكال ادفانتج بانهم رجعوا دلوقتي تاني متخفيين، لا ده كمان اهان الشوجن اللي كان مصدق في الموضوع ده جدا وبيقبض على الناس قصاد العامه وقصاد رجالته. وفي اللحظه اللي بيتم فيها اعدامه توكو بتوصل لارض الاعدام علشان تنده على والدها اللي الرصاصات بتخرم جسمه من كل النواحي، علشان المشهد اللي يجي بعد كده هو اكتر مشهد صادم عدى عليا في تاريخ وان بيس بالكامل. المشهد ده هو اكتر مشهد هوريفيكلي تويستد مومنت في تاريخ وان بيس بالكامل، وتم تنفيذه بامتياز لاننا هنا وصلنا للبيك بتاع القصه بتاعتنا. كلمات ياسو كانت هي الشراره اللي بدات الثوره داخل ابطالنا، والمعلومات اللي جت بعد كده هي الوقود اللي حركت الحريقه دي لقدام. لان وسط الحزن ده هيوري وشينوبو بيكشفوا لنا الحقيقه المرعبه لقريه ايبيسو، هي ان الناس دي والضحكه اللي مرسومه على وشوشهم طول الوقت ما هي الا مجرد قناع. سببها هو فاكهه الشيطان الصناعيه سمايلي اللي احنا ماشيين وراها وعارفينها من ارك دريس روز. فاكهه الشيطان اللي اسمها جاي من الاثر الجانبي بتاعها، لان 10% من اللي بياكلوا فاكهه الشيطان دي هم اللي بياخدوا قدرات حيوانات، اما الباقي فبيتجردوا من كل المشاعر اللي ممكن تترسم على وشهم سواء غضب او حزن، وما بيفضلش معاهم غير حاجه واحده بس
هي الابتسامه والضحك. وبنكتشف ان اوروتشي هو اللي نقل فاكهه الشيطان المعيوبه دي لقريه ايبيسو، لان هو ما كانش عايز يسمع الناس وهم بيعيطوا وبيزعقوا بسبب الجوع والفقر. طبعا القسوه شيء مش جديد في عالم وان بيس، ولكن المشهد ده والفعل ده اخذ القسوه لليفل عالي جدا، واوروتشي اتحول فجاه لاكتر شخصيه سايكاريك تويستد انا شفتها في اي انيميشن اساسا. وطبعا مسلسل ون بيس مش غريب على المشاهد الحزينه، وانا لحد اللحظه اللي كنت بتفرج فيها على الحلقه دي وعلى الحزن اللي فيها انا كنت ماسك نفسي لحد ما جه المشهد اللي بعده. مشهد توكو ده فعليا كسرني. اودا يا سيك باسترد، انت اكتر واحد عارف ازاي تعذب اللي بيتفرجوا على المسلسل بتاعك. اني اشوف البنت الصغيره الكيوت دي اللي انا عارفها من اول الارك وهي نايمه فوق جثه باباها وهي عماله بتعيط وسط دموعها وهي بتحارب الضحك وهي بتترجى باباها ان هو يقوم لها تاني ويرجع، انا كنت حرفيا بتقطع من جوايا. لا واللي زاد على كده ان هي طلعت علبه من السنيك اويل كريم اللي كان يوسوب بيبيعه في اول الارك خالص، واللي كان عمليه نصب واضحه علشان تدهنه على جروح باباها على امل ان الجروح دي تختفي وان هو يرجع لها تاني. اودا كان فعليا بيعذبنا احنا كمشاهدين وبيعذب يوسوب اللي واقف بيتفرج على المشهد ده، الشخصيه اللي شاف والدته وهي بتموت قدامه من المرض وهو شايف البنت الصغيره دي تستخدم الحاجه اللي هو بيخدع بيها الناس على امل ان هي ترجع لها والدها تاني. الحاجه اللي انا كنت متخيل ان ملهاش لازمه في اول الارك لفت فول سيركل عشان تبقى اداه لاكتر مشهد مؤلم في المسلسل بالكامل. المشهد ده بعد ما انتهى انا لقيت نفسي مش قادر اكمل وكان لازم فعلا افصل من وان بيس. بعد ما اخيرا جمعت نفسي ولقيت الشجاعه ان ارجع تاني اكمل المسلسل فاجئني بواحده من اجمل الريونيون اللي انا شفتها، لان بعد مشهد الموت الحزين بشكل كبير ده اوروتشي بياخد باله من توكو اللي بيلومها على ان هي اللي موتت كوماراساكي اللي هو متخيل ان هي ماتت، وبيضربها بالنار علشان بعد كده اللي عندنا بعد كده هو طاقم لوفي بالكامل وهو بيعيش فسادا في المدينه علشان ينقذوا توكو وياخدوا جثه والدها علشان يدفنوها دفن يليق بيها. كان في عندنا اكشن سيكونسز جميله جدا من اعضاء الطاقم بالكامل، حتى زورو جمع قوته بالكامل علشان يضرب الطاغيه اوروتشي، لكن هجومه اتصد من السياف الغريب واللي انا بصراحه لحد اللحظه دي ما كنتش طايقه كيوشي. المرحله اللي بعد كده في السكند اكت هي وصول البيج مام للسجن اللي فيه لوفي علشان تضرب كل اللي موجودين جوه، علشان وقتها اندر بيك بريشر لوفي قدر اخيرا ان هو يستخدم هاك التسليح المتطور ويكسر الطوق اللي هو وهايو لابسينه. في الوقت ده كوين بيضرب بيج مام ضربه قويه على دماغها بترجع لها الذاكره ولكنها بتخليها يغمى عليها، وطبعا بما انها يونكو فهم لفوها بالكامل من فوقها لتحتها بالكايروس. بعد كده كان في عندنا معركه السيطره على السجن وانتشار الوباء اللي تشوبر قدر ان هو يلاقي له علاج، وطبعا ظهور كيدو وبنكتشف ان الاساسن اللي زورو واجهه في التلج هو المساعد بتاع كيد كيلر. بعد كده القتال والمواجهه ما بين بيج مام وكايدو اللي انتهت بان هما الاثنين شكلوا تحالف، واوروتشي بتوصله معلومات من جاسوس ليه داخل صفوف الثوار بان مكان التجمع الجديد اللي ياسو مات علشان يغيروا في الرساله. بعد كده بنشوف زورو هو بيوافق ان هو يسيب لوانو السيف اللي بيعتبر بالنسبه لهم كنز وطني، وبنشوف سيفه الجديد انما اللي هيوري بتديهوله وهو السيف الوحيد اللي قدر ان هو يخترق جلد كايدو، والسيف ده كان خاص بباباها اودن اللي بيه زورو وهو بيجربه كسر بيه الصخر نصين علشان وقتها تتقفل الستاره على السكند اكت. بعد كده كان في عندنا البرولوج اللي قبل كل اكت اللي بيعرفنا ايه اللي بيحصل في العالم الخارجي، واللي وقتها اكتشفنا ان في بيج نيوز من الليفل اللي فات صابو وفي واحد كمان هما الاثنين ماتوا، وان تمت الموافقه بالاجماع في الليفل على حل نظام التشيبوكاي، وبنشوف هانكوك وميهوك وكل تشيبوكاي السابقين وهم بيرجعوا تاني للقراصنه والبحريه بتجري وراهم. بعد كده بنعرف المعركه اللي سمعنا عنها بس قبل كده، معركه الجاد فالي، واللي كانت ما بين طاقم روكس بقياده روكس ذات نفسه واللي كان التابعين ليه وقتها هم الوايت بيرد وكايدو والبيج مام وهم في شبابهم ضد جارب وروجر وطاقم روجر علشان ينقذوا من التنانين السماويه. المعركه اللي خلت جارب هو بطل البحريه اللي محدش عارف يعمل له حاجه، علشان بعد كده ينتهي البرولوج رسميا وتتفتح الستاره على الثيرد والفاينل اكت.
الاوبننج للاكت ده كانت في غايه الجمال. احنا بنشوف اوروتشي وهو طالع بالموكب بتاعه متجه لجزيره اونيجاشيما علشان الوليمه اللي بينظمها كايدو في احتفال النار، وبنشوف احتفال النار في العاصمه والناس بتضحك وبتغني وبترقص، علشان بعد كده يجي المشهد اللي بعده. بنشوف الساموراي التسعة بتوعنا وهم واقفين على المينا اللي المفروض ان هم هيقابلوا فيها الحلفاء بتوعهم علشان يطلعوا كلهم على جزيرة اونيجاشيما اللي هيواجهوا فيها كايدو، علشان في النهاية ما يلاقوش اي حاجة، لا لوفي ولا الحلفاء ولا الاسلحة ولا اي حاجه خالص. بعد كده بنرجع وبنشوف ايه اللي حصل في اليومين اللي فاتهم علشان نعرف ان اوروتشي وصلت له رساله من الجاسوس بتاعه بالمكان الجديد لتجمع الحلفاء علشان يأمر بتدمير كل الجسور اللي بتؤدي للمكان ده وتدمير سفينه لوفي علشان محدش يروح لاي حته. بنوصل في النهايه للمشهد ده اللي فيه الساموراي التسعة دول بعد كل التعب والمجهود والتضحيات اللي عملوها عشان يوصلوا للحظة دي، بيوصلوا ويفضلوا واقفين باصين على البحر الهائج قدامهم ناحية جزيرة اونيجاشيما وهم مرعوبين من مصيرهم اللي جاي، ولكن واجبهم بيدفعهم ان هم يتحركوا لقدام. واننا نحكي القصة من منظور ساموراي كازوكاجي في الوقت ده كان قرار عبقري، لان بعد كده اتبعتنا لورا 39 سنه علشان نشوف اطول واجمل فلاش باك في تاريخ وان بيس بالكامل، تاريخ كازوكاجي اودن والد مومونوسكي وهيوري شوجن البلد اللي الساموراي دول كانوا تابعين ليه واللي بسببه كل اللي حصل. بنشوف قصه حياتهم من البدايه ونشوف ازاي اتعرف على الساموراي دول وازاي بقوا تابعين ليه وازاي بقى دايموند. بعدها بنشوف ازاي انضم لطاقم الوايت بيرد وبقى واحد من العائله بتاعته وطلع معاه بره جزيره وانو اللي قابل فيها بره والده مومونوسكي وهيوري المسافره عبر الزمن اللي اتعرف عليها واتجوزها. بعد كده بنشوف انضمامه لجولدي روجر في الرحله الاخيره بتاعته علشان يقدر يقرا له البونجليف لانه جاي من ارض وانو وهي المكان الوحيد اللي فيه المعرفه دي. وشفنا الرحله الاخيره لجولدي روجر بالكامل تقريبا، وده اطول وقت احنا شفنا فيه روجر تقريبا في المسلسل بالكامل. رحنا معاهم لجزر شفناها قبل كده زي سكايبيا وزي جزيره البرمائيين، ودي كانت حاجه كويسه للفانز اللي متابعين المسلسل ده من زمان. وصولا للجزيره الاخيره اللي فيها بيكتشفوا ايه اللي حصل في القرن الغامض وبيكتشفوا الكنز اللي سايبه جوي بوي، واسم الجزيره الاخيره اللي مش راف تيل، لا ده لاف تيل. والجزء ده من الفلاش باك في رأيي انا هو افضل حاجة حصلت في الفلاش باك في الكامل مع كامل احترام لكل اللي حصل فيه طبعا. وبنشوف في الفلاش باك ده ازاي اوروتشي قدر ان هو يوصل لان هو يبقى شوجن البلد، وبعد كده بنشوف اللي عملوه في اودن ذات نفسه لما رجع تاني. بعد كده المعركة ما بين اودن والساموراي بتوعه وكايدو والطاقم بتاعه اللي بالتأكيد كان واضح ان في خيانة حصلت وقتها، علشان نشوف المعركة اللي ما بين اودن وما بين كايدو اللي كانت غالبا هتنتهي بفوز اودن، ولكنه خسر بسبب خدعة ملهاش اي 30 لازمة، بان في واحدة تنكرت على هيئة مومونوسكي وعندها قدرة فكة الشيطان اللي احنا شفناها قبل كده في ارك الاباستا علشان تشتت انتباه اودن، ووقتها الفاينل بلو توصل من كايدو قبل ما توصل ضربة اودن. بعد كده بنشوف وفاة اودن اللي كانت ملحمية بالتأكيد. بعد كده بنشوف اثر وفاته على الساموراي بتوعه وتحول دانجيرو لكيوشيرو. بعد كده بنشوف سيكونس بتاخدنا من بداية خالص من وقت ما قابلوا لوفي لحد الرجوع لارض وانو والتجهيز للمعركة دي علشان في النهاية محدش يجي. دلوقتي احنا بقينا عارفين مين الساموراي دول وعارفين هم عايزين ايه وازاي قدروا يوصلوا للحظة اللي احنا فيها دي، وهم في طريقهم الحتمي لنهايتهم وسط السفن المتكسرة كان لازم يتقبلوا حقيقة ان جاسوس اوروتشي وهو واحد منهم. بعدها المشهد ده جاب لي رعشه في عمودي الفقري. وقتها انا فهمت اخيرا حاجه ما كنتش فاهمها من ارك دريس روزا. في لقائنا الاول بكانجيرو وفي كل مره بنقابل فيها اي حد من الساموراي كان اللقاء بيبقى دايما مليان عياط وعواطف ودموع، لكن في اللحظه اللي كانجيرو قابل فيها كيمون للمره الاولى كان رد فعله وفي الوقت اللي سيفون كايدو بتحاصر فيها سفينة الساموراي التسعة الصغيرة كانجيرو بيكشف لهم ان هو كمان عضو من الكورازومي فاميلي الاوروتشي جزء منها. وبعد الخبر الصاعق ده على كيمون سحب سيفه علشان يطير رقبة كانجيرو، لكن وقتها نكتشف ان ده مش كانجيرو،
ده نسخه حبر عملها بقدرته على الرسم. لكن كانجيرو اللي احنا نعرفه ما بيقدرش يرسم كويس كده، علشان نكتشف في النهايه انه ما كانش بيستخدم ايده الدوميننت في الرسم اساسا من البدايه، وان هو كان في كل لحظه بيحاول يعطل طاقم لوفي، بل والادعى هو اللي باع جاك على زو. في اللحظه دي انا حسيت ان اتضحك عليا، انا في كل خطوه كان بيبقى قدامي ان الشخصيه دي شخصيه مش كويسه ومع ذلك انا ما كنتش شايفها. وفي اللحظه اللي اودا اخذ مننا الامل بالكامل رجع تاني عشان يرفع املنا. 3 طلقات مدافع اصابت اهدافها بالكامل، علشان لاول مره من حلقات كتير جدا نشوف لوفي هو والطاقم بتاعه وكيد ولو وهم بيحطموا سفن كايدو. كيوشيرو وصل اخيرا عشان يكسر هو كمان في سفن كايدو ويكشف للجميع ان هو دانجيرو، علشان نكتشف بعد كده خطه كيمون العبقريه للقبض على جاسوس اوروتشي وانقاذ الثوره. انا قابلت لحظات حزن وسعاده كتير مع انمي ون بيس، ولكن الارك ده ولحد اللحظه دي كان هو افضل حاجه عدت عليا تقريبا. لكن بعد كده بنبدا اكبر واهم جزء في الارك بالكامل، بل ممكن نقول ان هو الاهم والاكبر في الانمي لحد دلوقتي، The Raid on Onigashima. قبل ما نبتدي انا كان دايما في عندي قلق المعركه دي ازاي هتتسرد وازاي هتتقدم لنا، لان زي ما بنشوف في الاعمال حوالينا دلوقتي سواء من الايست او من الويست، القصص اللي بتبقى فيها الاكشن سيكونسز موجوده في الدي ان اي الخاص بطريقه سرد القصه، احيانا ممكن تكون في قمه الابهار واحيانا تكون مخيبه للامان. لكن دايما في الحرب ما بين الخير والشر في حاجه واحده هي اللي انا دايما بدور عليها، وهي خط المشاعر، الايموشنال لاين. ايه هو الهدف النهائي اللي المشاهدين قاعدين بيتفرجوا عليه ومنتظرينه، والقصه بتاعتنا والاكشن بيتقدموا بينا لقدام. وعلى الرغم من اننا ما نقدرش نقارن الارك ده باي ارك تاني في ون بيس نظرا للسكيل العالي وطول الارك ذات نفسه، لكن اقرب حاجه هي ارك مارين فورد اللي قدم لنا خط مشاعر مشابه انتهى بينا لاكثر اللحظات تاثيرا في الانمي تقريبا. في ارك مارين فورد الوايت بيرد واول جنريشن شالوا المعركه بالكامل من ناحيه اللوجيستكس، فبالتبعيه شالوا كل اللوس اندز الخاصه بالمعركه، وده ادى الحريه لوفي ان هو يشيل خط المشاعر في الارك بالكامل من غير ما يشغل نفسه بحاجات جانبيه ممكن يكون ملهاش لازمه، ودي حاجه كانت باي ديزاين، اودا كان عامل حسابه على كده، فبالتبعيه في ارك وانو كان لازم يكون ليها مقابل. لكن هنا الظروف مختلفه، لان لوفي دلوقتي هو والجيل الجديد هم اللي المفروض هياخدوا المقدمه ويطلعوا بينا للمستقبل. دلوقتي لوفي هو اللي المفروض ان هو يشيل الحرب، هو القائد. والمفاجاه الارك عمل ده بنجاح، قدر يوازن ما بين الشخصيات دي كانت ايه قبل كده وهم ايه دلوقتي وعايزين يبقوا ايه بعدين. المهم نرجع تاني للمسلسل. البرولوج اللي اتقدم قبل ارك الريد كان فعلا عبقري، بعد ما قعدنا فتره طويله جدا واحنا شايفين اليأس والعذاب والفساد اللي موجود داخل ارض وانو، علشان بعد كده نشوف لمحه بسيطه البلد دي كان شكلها عامل ازاي في الفلاش باك الخاص باودن، ونتضرب بعد كده في ظهرنا بسكينه من جاسوس ونحس بالوحده والحزن واحنا واقفين بنتفرج على بحر هايج وحلم ريد فشلت من قبل ما تبتدي اساسا. لكن في اللحظه اللي ظهر فيها لوفي واصدقائه الهايب ليفل بتاعي بقى ثروز رو، ولكننا والى اللحظه دي لسه ما بدأناش المعركه. قبل ما نبتدي في حاجه مهمه جدا ايتشيرو اودا لازم يعرفها لنا، وهي الباتل فيلد او ساحه المعركه. ارك مارين فورد كان عنده ساحه معركه بتلعب دور حاسم في طريقه سير المعركه وايه هي العقبات اللي بنواجهها. نفس الشيء بالنسبه لجزيره اونيجاشيما في ارك وانو، جزيره فيها مبنى على شكل جمجمه مليانه من جوه طوابق كتير واماكن كتير مختلفه، كل جزء فيها فيه عقبات مختلفه هتحتاج ان احنا نتحرك ناحيتها بشكل مختلف. وعلى قمه المبنى ده في عندنا هدفنا النهائي والاند جول والريماتش اللي منتظره لوفي كايدو اللي دلوقتي متحد مع البيج مام. الامر بسيط جدا، وفي بدايه الارك كان فعلا بسيط. اودا عمل شغل رائع في ان هو يورينا اجزاء قلعه كايدو المختلفه ومين موجود فين وبيعمل ايه والمفروض رايح يعمل ايه، وطريقه رائعه للابطال بتوعنا ان هم يخترقوا القلعه دي وهم متنكرين باستخدام قدرات كيمو. كل واحد سواء من طاقم لوفي او من الساموراي عارفين هم المفروض يعملوا ايه. المفروض ان هم يسيطروا على كل طوابق القلعه علشان يدوا لوفي فرصه ان هو يوصل للسطح علشان يواجه كايدو. امر سهل جدا وبسيط، خلق عندنا تنشن لان الابطال بتوعنا محتاجين ان هم يتسللوا لمكان ما، ودي حاجه ما بتحصلش كتير في ون بيس. دلوقتي الطاقم بتاعنا اتفرق تاني ولكن المره دي لهدف محدد. دلوقتي احنا عارفين ايه هو الاند جول، هو ان احنا نحرر ارض وانو من ايد كايدو، ومع وجود مومونوسكي في ايد كانجيرو الخاين والصرصار اللي موجود في الارك بتاعنا اوروتشي، احنا بقى في عندنا حاجات كتير ومنتظرين ان احنا نشوفها مع بدايه المعركه.
المعركه بتاعتنا بدات بالتسلل، ولوفي بالتاكيد ما عرفش يفضل متنكر لفتره طويله لانه قابل بعض الجنود اللي عملوا قدامه حاجه ما كانش المفروض انها تتعمل. لوفي بالتاكيد كان استحاله هيسكت على اللي حصل ده، وزورو اول ما شاف اللي حصل وعرف الدوافع اللي موجوده وراها قال المعركه بتاعتنا هنا بدات رسميا، وابو ظهر وبدا يهاجم لوفي وزورو بهجماته الصوتيه اللي ما كانوش عارفين ان هم يقفوا قدامها، لكن بعد كده اتدخل علشان ينقذهم هم الثلاثه ويهربوا منه. في الوقت ده قراصنه البيج مام وصلتهم اخبار ان هم دلوقتي اتحدوا مع قراصنه كايدو، ولكن هم ما كانوش عارفين المدخل السري لارض وانو، علشان كده تسلقوا الشلال للمره الثانيه، وهنا اللي هاجمهم ماركو ظهر وجه عشان ينضم للمعركه. وهنا بنشوف نيكو ماموشي اللي ما كانش لسه ظهر اساسا قبل ما ماركو يجي. مومونوسكي وصل لايد اوروتشي عشان يؤمر ان هو يتعادل مع في ستيج عاليه على ملأ من الناس كلها. في الوقت ده يوسوبو وتشوبر تطوعوا ان هم يبعدوا من البيج مام عن الطريق، وبيرو استخدم قدراته عشان يقدر يوصل لجزيره اونيجاشيما في الوقت اللي فيه البيج مام رجع تاني لارض المعركه. واثناء قتال لوفي الاعضاء قراصنه كايدو داخل القلعه قابل الكاركتر الجديده اللي هتفضل مكمله معانا لنهايه الارك، اودن او ياماتو. ياماتو هي بنت كايدو من اشد معجبين اودن وصديقه الايس اللي كانت في انتظار لوفي علشان ياخدها معاه على سفينته علشان تمشي على خطى اودن وتبقى قرصانه وتطلع بره ارض وانو. اخيرا كل الشيس بيسز بقت على البورد، الشخصيات كلها اجتمعت في مكان واحد، واخيرا هنبتدي الانترستنج بارتس عشان وقتها كايدو قتل اوروتشي، ولكن من اللي شفناه من شخصيه اوروتشي بصراحه يخليني عايز اشوف الشخصيه دي وهي بتموت من هنا لحد ما انا اموت. لكن في خط احداث مهم لازم نتكلم عنه، خط احداث ابعد من الريد وابعد من ارك وانو اساسا، وانا هنا بتكلم عن كوزوكي مومونوسكي. رحله انك تلاقي نفسك هي اساس قصص وان بيس بالكامل، انك تتمسك باحلامك وانك تفضل زي ما انت الى النهايه هو اساس كل قصص الشونين واللي بالتاكيد منها وان بيس. شفناها في شخصيه نامي في ارك ارلون بارك، شفناها في شخصيه روبن في ارك انيس لوبي، ودلوقتي بنشوفها مع كوزوكي مومونوسكي في ارك جزيره وان. ورحله مومونوسكي في ان هو يلاقي نفسه بتهيالي هي اطول رحله انك تلاقي نفسك في تاريخ المسلسل وان بيس بالكامل، اللي بدا كسايد كاركتر في ارك بانك هازارد، واللي ظهر لنا كطفل خايف وتايه وخجول، وعلى الرغم من كل الظروف اللي شفناها بيمر بيها في الاركات اللي فاتت وفي الارك ده ذات نفسه، دلوقتي وبفضل عطف ابطال قصتنا عليه، وعلى الرغم من ان هو واقع في ايد اكتر شخص بيخوفه في العالم كله، قدر يظهر لنا تطوره كشخصيه بان هو ينطق اسمه قصاد كايدو. علشان يثبت لكل اللي حاضرين في الساحة واحنا كمشاهدين ان هو اتطور من الطفل الصغير اللي كان دايما بيعيط لشاب، علشان بكده تنتهي بداية الريد ونبدأ في القتال الفعلي. احنا عشنا مع الساموراي وشفنا رحلتهم، شفنا الابس والتراجيك داونز، وبالتاكيد شفنا اهدافهم، ومع التنين العملاق اللي واقف قدامهم دلوقتي في عندنا ستاند اوف تستحق الوقت اللي اتبنت فيه. وده كان عايزنا نحس ان اللحظه دي لحظه مهمه جدا ومميزه جدا في القصه بتاعتنا، وبالتاكيد ده حصل، لان في اللحظه اللي هم اتهزموا فيها على ايد كايدو احنا اكدنا على قدرات كايدو وعلى قوته وعلى رغبتنا في ان احنا نشوفه بيهزم. سانجي انقذ مومونوسكي باستخدام بدله ستيلث 3، والبيج مام وبيروسبيرو واجهوا ماركو، علشان بعد كده البيج مام تسيبهم وتروح تنضم لكايدو، وبيروسبيرو يواجه كاروتو واندا. جزيره اونيجاشيما بدات تطير في الهواء، وياماتو وشينوبو بيحموا مومونوسكي، ومن هنا الاحداث بتاعنا بدات تتحرك بسرعه. كل اعضاء الطاقم بتاعنا كان في عندهم لحظات بتعرفنا الشخصيات دي بقت عامله ازاي. لكن تعالوا نسيب السين للمين ايفنت. كايدو موجود على السطح، لوفي في طريقه للسطح علشان يواجه كايدو، وما بين لوفي وما بين التنين العملاق في تشكيله كبيره من الاعداء الاقوياء اللي عندهم اوامر ان هم يمنعوا لوفي من الوصول باي ثمن. بشكل عام المعركه دي كانت اشبه بالاختبار النهائي للطاقم بتاعنا. ما بين ارض القلعه والسطح بتاعها احنا في عندنا تشكيله كبيره من الاعداء اللي كان ممكن في وقت من الاوقات تبقى نهايه الطاقم الصغير بتاعنا، لكن الوقت اللي كان فيه اعضاء الطاقم بتاعنا بيرموا نفسهم للموت واحد ورا الثاني علشان بس يوفروا وقت لوفي ان هو يرجع تاني للمعركه،
خلاص فاق. زورو بيقطع في عمالقه النمبرز كانهم ولا حاجه. لوفي بيصرخ وهو بيستخدم الجير 4 كانه بيقول للجميع ان الوضع خلاص اتغير. احنا ما عدناش الطاقم اللي بيهرب من الاعداء، احنا بقينا الطاقم اللي الاعداء بيهربوا منه. كانه بيقول لنا احنا كمشاهدين الوقت اللي ضيعتوه مع الطاقم بتاعنا من البدايه ما كانش هدر. شخصياتنا الاساسيه بتوصل كلها للسطح علشان المواجهه المنتظره، الاباطره في مواجهه الجيل الاسود. واننا نوصف المعركه دي على ان هي اسطوريه من ناحيه الانيميشن ومن ناحيه الكوريوغرافي هيبقى تقليل من شانها. وبعد معركه طويله القراصنه بتوعنا قدروا ان هم يقلبوا بيج مام من فوق الجزيره الطايره، ولوفي استخدم الهاكي بتاعه بالكامل علشان زورو يحاول ان هو يوفر له وقت ويواجه كايدو لوحده لحد ما لوفي تمر 10 دقائق ويرجع تاني للمعركه. وهنا زورو واجه كايدو وقدر ان هو يجرحه بالهجوم الاقوى بتاعه، ولكنه ما قدرش بالتاكيد ان هو يهزمه مع الاصابات الكتير اللي ماليه جسمه، علشان وقتها لوفي يرجع تاني للمعركه ولو ياخد زورو وينقله للدور اللي تحت ويسيبوا لوفي في مواجهه كايدو 1v1. لوفي واجه كايدو باستخدام درع الهاكي الملكي، ولكن نظرا لعدم خبرته في استخدام الهاكي الملكي بالشكل ده بسرعه خسر ووقع من فوق الجزيره. وبوقوع لوفي من فوق الجزيره كل الامال بالنسبه اللي موجودين في الريد دي تقريبا اتدمرت. مش سايب وراه غير ياماتو وهي واقفه في مواجهه باباها بتحاول تعطله لحد ما لوفي يرجع تاني. وهنا انا حسيت كاني قاعد بتفرج على فيلم هندي وجه السين اللي بيبقى مكتوب عليه انترميشن ده، لان المشهد ده كان بدايه جزء ممل جدا بالنسبه لي انا على الاقل، جزء انتظار لوفي. وانا ما عنديش مشكله ان احنا نوقف المعركه ما بين لوفي وكايدو، بل ان عدم تاثر طاقم لوفي بخبر ان لوفي خسر ووقع من فوق الجزيره وفضلوا مكملين معاركهم كان فعلا شيء كويس. وعلى الرغم من ان انا فاهم ان معركه بالسكيل ده المفروض هيبقى فيها حاجات كتير بتحصل في نفس الوقت، ولكن المين ايفنت بتاعنا واقف، المعركه الاهم واقفه. مع ان كان في لحظات بصراحه حلوه وجميله زي سانجي لما ربط زورو واخده يجري بيه في القلعه، وزي مومونوسكي وهو بيتكلم مع كل اللي موجودين في الساحه قبل ما يقع من فوق الجزيره، لكن ده ما كانش كفايه. وانا ما بقولش ان لوفي لما ما بيبقاش موجوده في الصوره هي دي اللي بتبقى مشكله، لا انا بحب لوفي كشخصيه، ولكن انا بحب الكاركترز التانيه برضه وببقى عايز اشوف هم بيعملوا ايه من غير ما خط احداثه يتعارض مع خط احداثه. لكن المعركه الرئيسيه ما بتدورش حتى في الخلفيه، لا احنا كمشاهدين عارفين ان المعركه الاساسيه اللي الارك ده كله بيدور حواليها دلوقتي واقفه. احنا عارفين ان احنا قاعدين في ويتنج فيز الله اعلم هتبقى قد ايه، منتظرين لوفي ان هو يرجع تاني ويستجمع قوته ويرجع تاني للسطح علشان نكمل المعركه. انا كشخص كنت قاعد بتفرج على المسلسل ده والارك خلصان وعارف ان انا هشوف كل حاجه، ولكن الجزء ده كان ممل جدا بشكل رهيب. انا مش عارف اتخيل حتى الناس اللي كانت بتتابع المسلسل ده حلقه بحلقه اسبوع باسبوع كانت بتبقى عامله ازاي. لسبب ما انا الملل مسكني في الجزء ده بشكل رهيب، خلاني مش مهتم بالاحداث ولا بالمعارك ولا بالاعداء اللي بنواجههم اصلا. التوب هيرو دول على سبيل المثال وعلى الرغم ان هم شخصيات مختلفه عندهم قدرات مختلفه واجهوا اعضاء مختلفين من الطاقم، ولكن انا ما كنتش مهتم بيهم باي شكل من الاشكال. الحاجه الوحيده اللي كنت مهتم بيها في الجزء ده هو المعركه مع ياماتو، لان هي عارفه ان هي ما تقدرش توقف والدها، ولكنها وباسم اودن بتواجهه وبتعطله لحد ما لوفي يقدر يرجع تاني للمعركه. وعلى الرغم من ان انا عندي احساس ان المعركه دي اتمطت اكتر من اللازم، ده لاننا في وقت من الاوقات كنا بنشوف جزء من المعركه بعد كده نروح لحلقات وحلقات طويله على ما نرجع لها تاني، وده كان بيصدر لي احساس ان المعركه اللي انا مهتم بيها اساسا عماله بتتقطع بسبب حاجات تانيه انا مش مهتم بيها اساسا. وخلال معركه ياماتو شفنا فلاش باك كتير بتوضح علاقتها بايس وعلاقتها بوالدها اللي كانت مضطربه بالكامل، وشفناه وهو بيفرض عليها الجوع لفترات طويله، واي حد كان بيحاول يساعدها ويقدم لها اكل كان بيموته. وفي الميد بوينت سيكشن دي في 3 شخصيات احنا لازم نتكلم عنهم، هم اوتوما وروبن وجينبي. وتم انضمت للمعركه واستخدموا قدرات فاكهه الشيطان بتاعتها علشان يحولوا كل الجيفترز تقريبا علشان يواجهوا معاهم. والجزء الخاص بانضمامها لنامي ويوسوب كان فعلا جميل جدا، وكان فعلا فيه كوميديا حلوه وكان فيه حاجات كويسه. لكن بصراحه الجزء اللي رفع اهتمامي في الميد بوينت سيكشن دي غير معركه ياماتو هي معركه جينبي، بل بالاخص العدو اللي واجهه جينبي، لاننا في الجزء ده بنقابل هوز هو عضو سابق في السي بي 9 واللي كان محبوس بسبب ان هو فشل في حمايه فاكهه شيطان كان بينقلها، سرقها منه شانكس. فاكهه الشيطان دي بتدي اللي باكلها قدرات خصائص المطاط. وانا اول ما سمعت الكلمه دي في ثانيه انتباهي اتشد واهتمامي رجع تاني، لان انا هنا كنت عايز اسمع ايه اللي هيحصل، لان خلال المحادثه دي عرفت حاجات كتير عن الاوريجين الخاصه بفاكهه لوفي وعن اله الشمس ميكا واللي هنرجع لهم تاني بعدين. اما بالنسبه لروبن ومعركتها مع توبي روبو دي اللي على شكل عنكبوت، وانا اساسا بكره العناكب، فهي كانت كويسه جدا، والديمونيك فورم اللي اظهرتها روبن في الوقت ده كانت تحفه. لكن كفايه كلام بقى ملوش لازمه، وتعالوا نتكلم بقى عن عوده لوفي.
وزي ما قلت لكم قبل كده رحله مومونوسكي من وقت الارك بانك هازارد كانت فعلا مدهشه بكل المقاييس، واخيرا بعد عوده لوفي تاني للصوره اهتمامي بدا يرجع تاني وبدات احس ان احنا داخلين على حاجه مثيره للاهتمام. وفي اللحظه اللي لوفي بيطلب فيها من مومونوسكي ان هو يتحول لتنين وياخده ويطلعوا تاني للجزيره فوق، انا ما كانش في حاجه تانية ممكن اطلبها اكتر من كده. احنا كده اخدنا فول سيركل من اللقاء الاول ما بين الاثنين دول في بانك هازارد لحد دلوقتي واحنا تقريبا في النهايه، لان مومونوسكي من وقت ارك بانك هازارد تم اجباره على ان هو يبقى شخص ناضج، ودلوقتي بقى عنده مسؤوليه ما ينفعش اي حد في سنه ان هو يقدر يتحملها. علشان كده لما طلب من شينوبو ان هي تحوله لشخص ناضج بقدرات النضج اللي هي تملكها، اكتمل الكاركتر ارك الخاص بمومونوسكي. وانا اخيرا فهمت، هو طفل صغير تم اجباره على ان هو يكبر قبل اوانه بطريقه عنيفه، ونقدر نقول طريقه قاسيه. لوفي ومونوسكي وصل للسطح عشان يواجهوا كايدو، وهنا لوفي يوجه مونوسكي في مواجهته قصاد كايدو علشان في النهايه يعضه، ووقتها لوفي يقول لاين بسيط جدا مفيش حد غير لوفي يقدر يقوله واحنا نصدقه، علشان بعد كده يطلب من مونوسكي ان هو يهتم بجزيره اونيجاشيما اللي طايره في الهواء وهو يوقفها ويسيب له كايدو، لان هو متاكد ان هو هيهزمه، وان طول ما في جواه نفس هو مش هيوقف المعركه دي. قبل ما نكمل المعركه ما بين لوفي وكايدو، احنا في 3 معارك محتاجين احنا نتكلم عنهم الاول. الاولانيه هي معركه سانجي وكوين، الجزء الخاص بسانجي واللي بدات فيه قدراته الجينيه ان هي تظهر تاني بسبب استخدامه للستيل سوت وخوفه من ان هو يفقد المورال كود الخاص بيه، كان فعلا تحفه. وده حول شخصيه كوين اللي احنا ما كناش نعرف عنها اي حاجه تقريبا، على الرغم من اننا شفناها كتير اكتر من كينج، لشخصيه مثيره للاهتمام بانه هو خلاه في كل حاجه سانجي بيكرهها في عيلته الحقيقيه. علشان كده النهايه بتاعت المعركه دي كان فعلا ساتيسفاين بالنسبه لي. اما بقى مواجهه زورو وكينج فدي كانت حاجه تانية خالص، ده لان زورو على الرغم من اننا نعرف عنه حاجات كتير ولكنه اكتر شخصيه غامضه بالنسبه لنا احنا في الطاقم كله، شخصيه ما بتتكلمش كتير وبتسيب افعالها تقول اللي هي عايزه تقوله. لكن في الارك ده احنا عرفنا عنه حاجات كتير، عن القريه اللي هو جاي منها، عن صانع السيوف الاسطوري اللي واضح جدا ان هو اللي عمل القريه دي وهو اللي اداله سيوف وهو صغير، عن اصل السيوف بتاعته اساسا، وعرفنا حقيقه كينج والقبيله اللي هو جاي منها وان هم اساسا في انتظار الجوي بوي، ونهايه المعركه دي اللي كانت اسطوريه. المعركه الثالثه هي المعركه ما بين بيج مام في مواجهه كيد ولو، وعارف تدخل اي حد من طاقم قبعه القش في المعركه دي كان لازم يحصل علشان نوضح ان الاثنين دول لازم يتحدوا مع بعض علشان يقدروا يهزموا يوم. والقتال كان فعلا رائع، والبيج مام تم تصويرها على ان هي مونستر مفيش اي حد يعرف يقف قدامها. احنا كده تقريبا ما شفناش اي حاجه منها في ارك هول كيك، شخصيه واقفه بحجم مهول مع المساعدين الصغيرين بتوعها اللي مش عارفين هنتفوق عليهم ازاي. بنتفوق على يوستاس كابتن كيد، وفي اللحظه اللي هي بتتشتت فيها مشهد غريب انا عمري ما شفته في ون بيس، بل انا ممكن اقول ان عمري ما شفته في اي انمي اصلا قبل كده. ومن بعد المشهد ده كان واضح جدا ان احنا شلنا رجلنا من على الفرامل وضغطنا على البنزين، لان الاكسلريشن بعد كده قفل العداد، لاننا كنا بننتقل من هجوم للتاني واحنا بنرسم بيج مام على ان هي مونستر محدش عارف يوقفها. السكيل في المعركه دي وصل لحدود بصراحه عجيبه. في النهايه كابتن كيد فجر بيج مام بالكانون الكبير بتاعه ده، ولكنها في النهايه لسه ما اتهزمتش. القتال ده يعرفنا يعني ايه يونكو وايه هي حدود قدرات الشخص اللي المفروض يحمل اللقب ده اساسا، لحد ما في النهايه كيد ولو قدروا ان هم يتفوقوا على بيج مام ويهزموها بحاجه اشبه بالانفجار النووي، ووقتها بس يتم الاعلان ان كيد ولو هم المنتصرين في المعركه. بالعوده ثاني لمعركه لوفي وكايدو، هنا تم الاعلان ان البيج مام تم هزيمتها، وده معناه ان الفائز في المعركه ما بين لوفي وكايدو هو اللي هيكسب الحرب. وهنا المعركه بتاعتنا اتحط لها تايم ليميت، ده لان لوفي استخدم جير فورس سنيك مان وقال ان هو مش هيوقف الجير ده لحد ما المعركه تنتهي، يا اما هو يخسر يا اما كايدو يخسر. المعركه استمرت ولوفي بدا يفقد قدراته واحده واحده، ولكنه في النهايه قدر ان هو يستجمع قوته بالكامل في هجوم اخير علشان وقتها لوفي يخسر. الفائز في المعركة على السطح هو كايدو. ومع إعلان الكلمات دي كل اللي موجودين في الساحة الرياكشنات بتاعتهم قالت كل حاجة، وخصوصا نامي. العذاب والنهاية بينزل على الناس اللي موجودين تحت في الساحة من فوق السطح على هيئة تنين عملاق، علشان وقتها للمرة الأولى من 800 سنة بنسمع الدرامز اوف ليبريشن والجوي بوي بيرجع. التحول النهائي لوفي
جير 5. وهنا احنا محتاجين نقف شويه ونتكلم عن التحول ده لان على الرغم ان التحول ده في عالمنا العربي اتقابل بالايجابيه وبالاعجاب، الهارد كور مانجا ريدرز والفانز في العالم كله عاملين مشكله عليه لان هم بيقولوا ان هو جه من الهوا ومش مجرد. وبعد نقاش طويل وحاد مع 2 صحابي بيتفرجوا على وان بيس وعلى انيميشن اساسا من قبل ما انا افكر اتفرج عليه، في حاجه انا محتاج اشرحها. في معظم تحولات الباور ابس بالنسبه لابطال الشونين التريجر بتاعها دايما كان بيبقى حاجات زي الكره او الحقد او الرغبه في الانتقام، لكن بالنسبه للوفي فالوضع مختلف تماما لان تحولات لوفي عمرها، وانا هنا قصدي عمرها، ما كان ليها اي علاقه باي حاجه زي الكره او الحقد او اي نيجاتيف ايموشن من اي نوع. كل جير ليه شكل مختلف وليه قوه مختلفه، ولكنها عمرها ما كان ليها اي علاقه بنيجاتيف ايموشن، بل انها كانت وببساطه his imagination، خياله. وعلشان اوضح لكم انا قصدي ايه، تعالوا ناخدكم لفه كده في ماضي الجير سيستم من البدايه. هنبتدي بجير سكند، اللحظه اللي لوفي اكتشف فيها ان السي بي 9 في عندهم خدعه علشان يستخدموا السرعه العاليه دي، وهي انهم يخبطوا برجلهم 10 مرات ورا بعض في الهواء. لوفي بيستخدم خياله وبيحاول يلاقي طريقه يقدر يعادل بيها نفس السرعه دي علشان يقدر يواجهها. بمعنى اصح تطوير لوفي الجير سكند جه من قدرته على ان هو يشوف هو ايه المتاح قدامه وهو ممكن يعمل ايه علشان يبقى منافس ليه. وكل تطورات الجير اللي جت بعد كده كانت بتحمل نفس الفكره، هي استخدام خياله عشان يقدر يتفوق على العقبه اللي قدامه. كان محتاج يضرب اقوى، عشان كده اخترع جير سيرد. اتعلم الهاكي في التايم سكيب، فحط الهاكي في الفايتنج تكنيك بتاعه علشان يخترع لنا بعد كده الماسل بالون اللي جه منها بعد كده الجير فورس اللي كان فيها محتاج ان هو يواجه وحوش عملاقه، فعلشان كده ادى لنفسه جسم ضخم وقوه كبيره في الباوند مان. في مواجهه كراكر كان محتاج قوه دفاعيه عاليه عشان كده اخترع تانك مان. في نهايه ارك بيج مام كان محتاج سرعه عاليه عشان كده اخترع سنيك مان. في كل مره لوفي كان بيتطور، تطوره كان بيبقى جاي من قدرته، من ان هو عارف هو عايز يعمل ايه، وقدره فاكهه الشيطان كانت بتسمح له ان هو يشكل جسمه بالشكل اللي هو محتاجه. في الحاله دي الحدود بتاعته كانت دايما هو انت خيالك موديك لحد فين. وكل ما كان بيكبر وخبرته في المعارك بتزداد كان بيطبق خبرته دي على الجير سيستم، وفي النهايه كان بيقدر ان هو يتفوق على العقبات اللي قدامه بشكل كان فعلا مذهل. وبالنسبه لي هو ده الجير 5، هو تجميعه مذهله لكل ما كان لوفي بيمثله طول القصه دي، الحريه. ده لان قصتنا ومن البدايه بنتبع لوفي وهو بيحاول يتفوق على العواقب الخارجيه اللي بتواجهه في محاولته لان هو يقهر الامواج والبحر الشاسع اللي هو نفسه بيغرق فيه، علشان يقابل الهورايزن اللي محدش قابله قبل كده، وعلشان يوصل للحريه اللي هو عايزها مهما كانت المخاطر او العواقب. زي ما هو قال قبل كده، ملك القراصنه هو اكتر شخص حر في العالم. علشان كده وبالنسبه لي انا على الاقل الجير 5 هو بيمثل الحريه اللي كان لوفي محتاجها علشان ينتصر في المعركه. بالنسبه لكايدو الهاكي هو اهم واقوى حاجه في العالم. طول ما المعركه كانت 1v1 اساسها مين في الاثنين دول بيستخدم الهاكي الاقوى وعنده اراده اقوى، فكايدو كان بالتاكيد هو اللي هينتصر. لكن في اللحظه اللي اراده لوفي قدرت ان هي تقف قصاد اراده كايدو بالكامل، هي دي اللحظه اللي قدرات الفاكهه بتاعته استيقظت وادت له الحريه اللي هو محتاجها علشان يواجه كايدو. الحريه في ان هو يعمل اي حاجه هو عايزها طول ما خيالك موديه. وتمثيلها كانيميشن ككارتون كان قرار عبقري، لان كلنا من واحنا صغيرين ايه هي الحاجه اللي كانت بتحسسنا بالحريه اساسا، علشان في النهايه لما كايدو يعمل كل اللي هو يقدر عليه ويواجه لوفي بالهاكي الملكي باقصى قوه، وفي الاخر ما يقدرش يعمل معاه حاجه ويتاكد ان هو خسر المعركه، يسال لوفي ايه هو شكل العالم اللي انت عايز تبنيه، فيكون رد لوفي قدام الشخص اللي عنده قناعة تامة ان انت عشان تعمل اي حاجة في الحياة لازم تكون عندك قدرات جسدية عالية. في المعركة على مين هو اللي هيحكم العالم الجديد، لوفي بيظهر الحرية والتعاطف والشفقة على الناس كلها. زي ما احنا عارفينه من اول مسلسل خالص، احلى حاجة في الحياة بالنسبة للوفي هي الاكل، فعلشان كده هو عايز يبني عالم مش هو بس فيه اللي بياكل ومبسوط، لا ده هو عايز الناس كلها تبقى تاكل وتبقى مبسوط. في معركة 1v1 كايدو كان لازم يكسب، لكن المعركة دي من البداية عمرها ما كانت سطحية لدرجة ان هي تبقى 1v1، لان لوفي عمره ما كان وحيد. لوفي حواليه ناس كتير بيبقى اقوى بيهم وبيبقى اقوى علشانهم، ومن هنا جه التحول النهائي بتاعه، لان علشان يقدر يبني العالم اللي هو عايزه، العالم اللي فيه كل اصحابه وكل الناس بياكلوا من اللي هم عايزينه، لوفي بيتخيل وبيجسد الحل اللي هو محتاجه علشان في النهاية النصر بالتأكيد يكون ليه. علشان وقتها الخطاب النهائي في الارك ده يكون لمومونوسكي بمعتقدات والده، بيقول للناس الكلام اللي هم محتاجين ان هم يسمعوه. احنا رجعنا ونهينا عصر كايدو، جوي بوي جه علشان يغلبه
وساب الجزيره ومشي. بعد كده كان في عندنا تايم سكيب علشان نكتشف ان والد اودن وجد مومونوسكي وهيوري لسه عايش، وهو الشخص اللي في قناع المهرجان اللي كان بياخد باله من اوتاما. اظهر لروبن الروبن جليف الثالث بالنسبه لهم هي ولو، علشان نكتشف ان الانشنت ويبن الثاني بلوتون موجود في ارض وانو، ومش ارض وانو اللي احنا نعرفها، ده ارض وانو القديم اللي اتبنى حواليها سور، فبالتالي دخل فيها ميه كتير وغرقت تحت الميه. ومعنى ان احنا نفتح حدود ارض وانو هو ان احنا نهد السور ده والميه دي تتسرب للمحيط، ووقتها الانشنت ويبن هيظهر تاني. لكن بما ان مومونوسكي رفض ان هو يفتح حدود ارض وانو وزونيتشا سابت الارض ومشيت، الخمسه الكبار في حكومه العالم كانوا بيواجهوا كوارث كتير كلها ورا بعض، ما عرفوش يبعتوا قوات للسيطره على ارض وانو. والادعى من كده هو نشر صوره الباونتي الجديده لوفي، واللي كانت بتحمل هيئه الجير فيفس ومعاها حرف دي في اسمه، واللي هتعرف العالم كله ان نيكا او جوي بوي رجع تاني. علشان نكتشف بعد كده ان لوفي وباجي بقوا هما اليونكو الجداد مكان كايدو وبيج مام. لوفي لانه هزم كايدو، اما باجي بقى فلان هو تم تصويره على ان هو قائد الكروس جيلد اللي انشاها اساسا ميهوك وكروكودايل، وداخل جزيره وانو. واحد من ادميرات البحريه دخل الجزيره عشان يحاول يخطف نيكو روبين، ولكن واجه مومونوسكي في هيئه التنين والساموراي بتوعه، علشان بعد كده شانكس وباستخدام الهاكي بتاعه بس وهو واقف بره الجزيره يخوفه ويخليه يسيب الجزيره ويمشي. بعد كده تم قراصنه الثلاثه بتوعنا لوفي وترافالجر ويوستاس كابتن كيد يجهزهم علشان ان هم يسيبوا الجزيره ويمشوا، وكل واحد فيهم ياخد نسخه من الروب بونجليف اللي كان موجود في ارضه، علشان لو كيد يقولوا ان الروب بونجليف الرابع والاخير موجود مع الشخص اللي عنده حرق في وشه. بصراحه انا ما اعرفش مين ده اساسا. ومع نهايه الحلقه 1085 ينتهي ارك وانو رسميا، وتنتهي رحلتي انا مع الارك ده في ون بيس لحد دلوقتي. لو جينا نتكلم عن الثيرد اكت في الساجا دي، فانا بيتهيالي انتوا نسيتوا اصلا ان احنا كنا بنتكلم عن الاكت سيستم ده، لان الثيرد اكت دمر الاكت سيستم بالكامل، لانه هو لوحده قد الفيرست اكت والسكند اكت مع بعض، بل ان هو قد ارك هول كيك بالكامل، وكان قرب ان هو يبقى قد دريس روزا. المشكله الثانيه هي ياماتو اللي كانت طول الارك عايزه تمشي على خطى اودن وتبقى قرصانه وتسيب الجزيره وتمشي، علشان بعد كده تقرر ان هي تقعد في الجزيره لسبب مش طبيعي انا الصراحه برضو مش فاهم. ثالث مشكله كانت الديس سينز، لان احنا كان في عندنا ديس سينز تحفه لكيكو وكيامون، ومش هم اللي ماتوا، والاثنين اللي ماتوا ما اتعمل لهمش ديس سينز بنفس المستوى. عندنا طقم البيج مام اللي ما عملش اي حاجه غير ان هو اتسلق الشلال ووقع مرتين. عندنا هيوري اللي ما كانش ليها اي 30 لازمه في الارك كله غير في المواجهه النهائيه قصاد اوروتشي، وبرده مش هي اللي موتته، تاكيوشيرو هو اللي موته. ونيجي للمشكله الاكبر في الارك ده كله وهي كايدو. هنا انا ما بتكلمش عن كايدو كالشخصيه الاقوى في عالم وان بيس، انا بتكلم عنه كشخصيه اساسا، ده لان احنا قدرنا نظهر قدراته وان هو اقوى حد في العالم كله بشكل ممتاز، ولكن هو كشخصيه احنا مش فاهمين منه اي حاجه، دوافعه غير مبرره. الشخص اللي دايما سكران وكان دايما عايز يموت ومش عارف، وعزل نفسه في جزيره بعيده علشان يكون جيش احنا مش عارفين هو ليه، ومع اننا شفنا له فلاش باك ما احناش فاهمين عنه حاجه، ولكنه قد يكون شبه شخصيه ارلونج اللي كانت في الارك بتاعها مش مفهوم عنها حاجات كتير، ولكنها في ارك جزيره البر مائيين ضمن حاجات من شخصيته رفعت منه كشخصيه. جايز احنا بعد كده هنقابل جزيره كان ليها علاقه بكايدو، او كان هو مثلا بيجمع جيش علشان يواجهها وهتفهمنا هو ليه عمل كده. لكن في نهايه الريد اونيجاشيما وبالرغم من الميد بوينت اللي كانت ممله جدا بالنسبه لي، فانا الارك ده بالنسبه لي وبسهوله جدا هو افضل ارك عدى عليا في ون بيس. ومع اعلان ان احنا خلاص دخلنا الفاينل ساجا، واضح جدا ان احنا هنودع الانمي قريب جدا. بصراحه الله اعلم انا امتى هرجع تاني اتكلم عن ون بيس، ولكن انا متشكر جدا لكل الناس اللي لسه قاعده تتفرج على الفيديو لحد دلوقتي. ولو عايزين تشوفوا فيديو بيتكلم عن انيميشن تاني اعملوا لايك للفيديو وقولوا لي اسم الانيميشن اللي انتوا عايزين نتكلم عنه. وللمره الثانيه انا بشكركم جدا على وقتكم، وكالعاده كان معاكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد. مع السلامه.